السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة 2013 الست اللي قدامنا دي عملت كل الحاجات اللي الشيطان نفسه ما يقدرش يعملها. الست دي اسمها نادرة، وهي فعلا نادرة وفي كل حاجة. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في واحدة من قرى محافظة أسيوط، راجل بسيط وعلى قد حاله اسمه جمال، وشغال مزارع وعامل باليومية. جمال اتجوز واحدة من نفس القرية اسمها نادرة أبو السعود، وكانت في نفس مستواه المادي والاجتماعي، وكان شايف إن نادرة تصلح إنها تكون أم لعياله. وبعد الجواز جمال كان يروح شغله ويرجع يدي يوميته لنادرة علشان تدبر مصاريف البيت. وفعلا نادرة كانت شاطرة في الموضوع ده، وبتقدر تدبر أمورها وأمور بيتها كويس. وبعد 6 سنين من جوازهم ربنا رزقهم بأول طفلة ليهم، ولحد هنا كل حاجة كانت تمام. ونادرة ست مخلصة لجوزها ومحافظة على بيتها كويس. بس للأسف إن ده اللي كان ظاهر لجمال الراجل الغلبان، إن زوجته صايناه ومخلية بالها من بيتها. لكن الحقيقة إن نادرة كانت نادرة فعلا وفي كل حاجة. نادرة معظم أهل القرية كانوا عارفين إن سلوكها مش مظبوط، وبتستقبل رجالة عندها في البيت سواء وهي لوحدها أو جوزها موجود. وكان مشهور عنها إنها بتتعرف على الرجالة بشكل عادي وفي أي مكان. وفي الغالب معظم الرجالة اللي اتعرفت عليهم كانت بتقابلهم في السوق، وبتقف تتكلم معاهم وتتفق مع الزبون على التسعيرة، وترتب معاها يجيلها البيت إمتى، علشان الموضوع يمشي بالدور، ومفيش زبون يجي على دور الزبون التاني. مش باقول لكم نادرة. المهم إن كل اللي بيحصل ده جوزها جمال ما كانش يعرف عنه أي حاجة، وكل الجيران وأصدقائه في القرية ما كانوش عايزين يعرفوه، لأنه راجل غلبان وجدع وما يستاهلش أبدا اللي بيحصل له. ونرجع تاني لنادرة اللي كانت حرفيا قلبة بيتها لشقة دعارة، سواء في غياب جوزها أو حتى في وجوده. طب السؤال هنا، هي إزاي كانت بتعمل ده في وجوده؟ أقول لكم إن نادرة كانت بتستخدم نوع من الأدوية المخدرة، وأول ما جوزها يرجع من الشغل تحط له كمية كبيرة من المخدر، سواء في الأكل أو في الشاي، وبعدها بيدخل ينام لحد الصبح وما بيدراش بأي حاجة. أما بنتها فكانت بتديها منوم أو توديها تنام عند أي حد من قرايبها، وبعد كده تكلم الزباين بالدور، وكل واحد عارف التسعيرة كويس. حقيقي أنا ما شفتش أحقر من كده. نادرة بعد فترة الفلوس بدأت تكتر معاها، وجوزها لاحظ ده، بس كانت بتقوله إنها بتعرف توفر كويس من مصاريف البيت. وللأسف جمال الغلبان كان مصدق نادرة في كل اللي بتقوله. وبعد شوية نادرة اشترت مواشي عندها في البيت، وقدرت تقنع جوزها إنها بتستثمر فلوسها، علشان عايزاه بدل ما يكون مزارع بس يبقى كمان تاجر مواشي. ولكن ده هيحصل بس قدام شوية. نادرة كانت علاقتها مع كل الرجالة اللي بتعرفهم بتنتهي بمجرد ما ينزلوا من عندها، وما بتشوفهمش تاني إلا لو حد منهم قرر يروح لها البيت تاني. لحد ما بنيجي لسنة 2012، نادرة في يوم من الأيام وهي في السوق اتعرفت على واحد تاجر فاكهة وخضار اسمه هدية، متجوز ومخلف، ومراته تبقى قريبة نادرة. المهم إن هدية كان عارف إن نادرة بتستقبل رجالة عندها في البيت، ولما وقف اتكلم معاها وعرض عليها الموضوع، نادرة طبعا رحبت طالما هيدفع التسعيرة. لكن اللي حصل بعد كده إن واحدة واحدة نادرة عجبتها شخصية هدية وطريقته معاها، وهو كمان كان حاسس بده، ونشأت بينهم قصة حب. ومن وقتها وهدية بقى غير كل الزباين، وبقى ليه تسعيرة أقل من أي حد. وفي نفس الوقت جمال كان مستغرب من حالة النوم الغريب اللي بتحصل له كل يوم، وعلى طول راسه تقيلة ومش متزن، بس كان لازم يصحى بدري وينزل شغله. لحد ما في يوم سمع من ناس قرايبه إن أحيانا في راجل بيطلع عنده البيت وهو مش موجود، يعني عايزين يعرفوه الحقيقة بس من غير ما يجرحوه، ومحدش رضى يقوله إن مراته سلوكها مش كويس. المهم جمال بعد ما رجع البيت واجه نادرة مراته باللي سمعه، وساعتها قدرت تقنعه إن كل الرجالة دي كان نفسهم يتجوزوها، لكن هي لما اختارته هو بقوا عايزين يشوهوا صورتها قدامه. وللأسف إن جمال راجل طيب وغلبان وصدق كلام نادرة. لكن بعد شوية جمال سمع نفس الكلام ومن ناس تانية، ومن بعدها بدأت المشاكل بينه وبين نادرة تزيد. وفي نفس الوقت علاقة الحب ما بين نادرة وهدية مستمرة،
وبتزيد هي كمان. وده خلى نادرة تتكلم مع هدية في يوم وهو عندها إنها خلاص ما عادتش مستحملة العيشة مع جوزها، وعايزة تتخلص منه علشان تعرف تشتغل في البيت براحتها، وعلشان يعرف هو كمان يجي البيت في أي وقت. وعرضت عليه ساعتها إنها تتخلص من جوزها وهتديله مبلغ 10,000 جنيه. في البداية هدية رفض، ورفضه ده ما كانش على فكرة إنه يقتل جوزها، ولكن رفضه كان إنه صعب يعرف يعمل كده ولوحده، يقتله ويشيل جثته ويرميها في مكان بعيد. بس نادرة لقت له الحل أخيرا، وساعتها هدية وافق على طول. نادرة قالت لهدية إنها تختار 3 من زباينها علشان يساعدوه ويقسموا ال10,000 جنيه على بعض، يعني بكده يبقى عددهم 4 رجالة وسهل ينفذوا كل حاجة مع بعض. وقالت له كمان إنها هتدي لكل واحد بعد ما ينفذ المهمة 2 من المواشي اللي عندها. وفعلا نادرة اختارت عبد المنعم والليسي ومصطفى مع هدية علشان ينفذوا المهمة، ورسموا خطتهم واتفقوا على كل حاجة. الخطة الشيطانية اللي رسموها هي إن نادرة هتقضي يومها عادي، ولما جوزها يرجع من الشغل هتحط له المخدر في الشاي بس بكميات كبيرة علشان ينام وما يحسش بحاجة ولا يقدر يقاوم. وفي نفس الوقت ال4 رجالة هيكونوا قاعدين على قهوة في القرية اللي جنبهم، ومعاهم عربية نص نقل. وأول ما نادرة تحس إن جوزها راح في النوم ترن عليهم ويروحوا لها ويخلصوا على جمال. وده فعلا اللي حصل. جمال بعد ما راح في النوم، نادرة رنت على الرجالة ودخلوا على جمال وهو نايم، وضربوه بالساطور على دماغه لحد ما راسه اتهشمت تماما وقطع النفس، واتأكدوا انه مات. وبعد كده وبكل جبروت نادرة ادت لهم ملاية وحبل علشان يلفوا جثة جمال في الملاية ويربطوها بالحبل. وقبل ما يمشوا ادت لهم ال10,000 جنيه، المبلغ اللي اتفقوا عليه. هي ست قذرة وخاينة، بس تاكل حق حد؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. المهم الرجالة أخدوا جثة جمال في العربية واتحركوا لأرض زراعية موجودة في القرية. وأول ما وصلوا شالوا جثة جمال ورموها في بير مية موجود وسط الأرض. وبعد كده كل واحد روح على بيته وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وكان الاتفاق إن نادرة تاني يوم هتروح لقسم الشرطة وتقدم بلاغ عن تغيب جوزها جمال. بس اللي حصل وبوظ كل حاجة إن الأهالي تاني يوم الصبح اكتشفوا جثة جمال، وعلى طول بلغوا الشرطة. رجال المباحث أول ما وصلوا ما قدروش يتعرفوا على الجثة، لأن الجمجمة كانت متهشمة تماما ومحدش قدر يتعرف عليها. وفي نفس الوقت ال4 رجالة لما سمعوا إن الأهالي لقوا جثة جمال في البير خافوا جدا، لأن ده ما كانش معمول حسابه في الخطة. وعلى طول جريوا على نادرة علشان تروح بسرعة لقسم الشرطة وتقدم بلاغ عن تغيب جوزها. وفعلا نادرة راحت لقسم الشرطة وقدمت البلاغ. رجال المباحث طلبوا من نادرة مواصفات جوزها بالظبط علشان يقدروا يدوروا عليه. ولما قالت مواصفاته بالظبط حسوا إن كل اللي قالته ده بينطبق على الجثة اللي لقوها الصبح. وساعتها قالوا لها إنهم لقوا جثة ومحدش قدر يتعرف عليها، وطلبوا منها تشوفها ممكن تكون لجوزها. وفعلا أخدوا نادرة للمشرحة وقدرت تتعرف على الجثة، وانهارت قدام رجال المباحث وطلبت منهم يعرفوا القاتل وفي أسرع وقت ممكن. تقرير الطب الشرعي لما خرج أكد إن جمال توفى نتيجة تهشم في الجمجمة. بس المعلومة الأغرب واللي خلتهم يشكوا هي إن الجثة لقوا فيها آثار لمواد مخدرة وبكميات كبيرة. رجال المباحث أول ما بدأوا تحرياتهم سألوا كل أهل القرية وحققوا معاهم لحد ما وصلوا لطرف الخيط، وهو إن معظم أهل القرية قالوا إن سمعة نادرة مرات المجني عليه ما كانتش كويسة، وإن جمال جوزها كان خسارة فيها. رجال المباحث بعد ما سمعوا الكلام ده اتحركوا على طول على بيت نادرة وفتشوه، وهناك لقوا المواد المخدرة ولقوا بقايا دم موجودة على الحيطة في مكان الجريمة. وعلى طول تم القبض على نادرة. نادرة خلال التحقيقات معاها اعترفت بكل حاجة، واعترفت كمان على هدية وعلى الرجالة اللي كانوا معاه. وسنة 2015 اتحكم على نادرة وهدية وعبد المنعم بالإعدام حضوريا، وعلى ليس ومصطفى اللي كانوا اخوات بالإعدام غيابيا. وتنفذ حكم الإعدام على نادرة هي واللي معاها. وحقيقي لو كان في عقوبة أكبر من الإعدام فأكيد كنت هتمناها النادرة. وفي النهاية يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.